انا اغسل معاها ما المواعين؟ تغسل يا عم المواعين معاها ايه؟ وايه يعني اما اساعدها؟ وايه يعني اما تبقى في ظرف اقوم واخد كده بايدها؟ وايه يعني اما تبقى في مره غلطانه وبتكابر وانا اللي اكون راجل صابر، بدل ما ارد كلمه بكلمه واعاندها اروح واصالحها والحق بيتنا قبل خرابه بشويه، ويبقى معايا حنيه وابوس راسها كانها بنت وزياده. حياتنا نقوم وننجدها، وعهد الله ما فيه اطيب من الستات اذا وجدت راجل صالح وبيمشي الحياه والذات وبيعدي عشان العيشه تبقى خاليه من الخناقات، وبيقاوم حاجات وحاجات عشان اولاده وبناته فيبقى سندها في الازمات. وعلى فكره كلامي معاك لا هيقلل من الرجوليه والعيشه ولا العبوديه شيء ينفع مع الستات. دي بنت ناس هتبقى معاها تحطها جوه جفن عينيك وتبقى سندها زي الناس، تفرحها وتسترها وتجبرها إذا حزنت، تسايسها إذا غضبت. ومعلش تعالى عليك كده شوية، تعالى على نفسك شوية عشان الهرمونات قاسية بتجبرها تكون ناسية حلاوة الحب والبدايات. مجرد بس ما الهرمون كده يظبط هتلقى الطيبة والإحساس تخليها كده في عينك وتحميها كأنها زي قطعة ماس، حبيبة قلب وسكينة، وفي البستان تكون زينة وهي الروح، ومش مسموح بإنها يوم كده تزعل. دي بنت ناس، فحسسها بقيمة ولازمة في حياتك، وخليها تحس كمان بإنها بطلة جوه كلامك المجمل وكل حكاياتك، وعين وياها في الشدة عشان يكفي إنها بطلة وقاعدة بتربي في عيالك، يكفي إنها بطلة وقاعدة تربي في عيالك واخدة بالها من بيتك ومن حالك، فتبقى الست جوه العين وفوق على الراس. على رأي الجخ ما قال: طب لو عندك حتة ماس هتخليها مداس للناس ولا هتكفي الأوضة عليها ب100 ترباس؟ يمكن حتى تأجر ليها جوزين الراس. لما تشوفها تعبانة ساعدها. أنا مش هكون أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال رفقا بالقوارير، واللي قال استوصوا بالنساء خيرا. وكمان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أهل بيته، فدي حاجة لا هتقلل منك ولا هتخليك بقى إيه إن أنت مش راجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش المتابعة.